مساء الفل يا حبيبي. مساء إيه الفل يا الأخبار؟ صاحبي. خير. احنا المفروض مستنيين الاكل، بس احنا ايه، قلنا نطلع كده بودكاست في السريع قبل ما الاكل يجي. طبعا ما حدش فيكم متوقع ان احنا نطلع، يعني كابتن جندي انا اعرفه تقريبا من 7 سنين، حرفيا من 7 سنين. شفته يا دوبك لما جينا قدمت انا وهو في الدوره مع بعض، بس. يعني يا دوبك لسه شايفيهم. قعدنا بقى 3 ايام ورا بعض، النهارده ثالث يوم نتقابل فيه بصوره إحنا- دوريه. يعني احنا طلعنا مع بعض فيديوهات كتير جدا، إنجاز. لايفات كتير جدا، بودكاستات، لكن اول مره ايه، نتقابل. طيب، بص، انا مفيش حاجه معينه احنا محضرينها نتكلم فيها. لا احنا جايين ندردش كده. بس في حاجات كده ايه في خلال الفتره اللي فاتت ومن احتكاكنا بالسوشيال ميديا قابلناها ولقيناها للاسف مبوظه الدنيا، وهي المحتوى اللي بيتقدم. هي الطياره ديت اتمنى ان هي بتكون بتصدق كلام يعني. المحتوى اللي بيتقدم من وجهه نظري في سريعا كده، في اختصار او في عجاله، انا شايف ليه شقين اتنين: شق ايجابي وشق سلبي. الايجابيات كتيره والسلبيات ممكن تكون اكتر او اقل، الله اعلم. بس انا عايز اخد رايك في القصه دي، وبعد كده انا هبقول لك رايي. فقول لنا من الاول، ايه الايجابيات اللي انت شايفها في تقديم المحتوى العلمي اللي على النت، او ما يسمى بالايفيدنس؟ ايفيدنس بيست وبراكتس. أيوة. براكتس بقى. والله الفكره او الميزه او الفانتج دلوقتي ان قابليه التعلم وحصيله العلم بقت كتيره جدا. احنا لما بدانا زمان انا وكابتن جندي كان من زمان، من 7-8 سنين او اكتر كمان، كان فعلا مدى قابليه الولوج للمحتوى التعليمي ده ما كانش كده. صح. تمام. عشان كده اللي كان بيمسك فينا حاجه تعليميه كان بيمسك فيها بايديه واسنانه، وما كانش فعلا في الاتاحيه لاي حد انه يتعلم. ده مش شيء وحش ومش شيء كويس. هقول لك ليه برضه. انت كنت والله. لما بتلاقي كتاب انا لقيت كتاب لا، بشيره بالظبط. لكم في الجروب بالظبط على والله. الواتساب، ده مش زمان عارف انا إيه. افتكر ان انا زمان دخلت، كان في ناس دخلت معاها خناقات عشان لما كنت بلاقي كتاب اروح بقى اقول ايه، اروح منزله كده في لينك واقول للناس خدوا. فكان الناس تقعد تتخانق: انت ازاي بقى تنزل كتاب زي ده، وده احنا شاريينه، ده احنا عاملينه، ده احنا مش عايزين حد يعرف عنه. والله في ناس كانت تقول لك انا مش عايز حد يعرف الكتاب ده عنه حقيقي. حاجه. صح. دي حقيقه. فالعلم اللي بقى متاح حاليا هو بسبب سوء استخدامه بقى نقمه. فايه احنا دلوقتي ايه في القشور. يعني كان في مقوله. طب خلينا نجيلها في العيوب. اه في المميزات، شايف ان الناس بقت في ايديها وسائل كتير جدا للتعلم. جدا. طيب، ايه ميزه تانية مثلا شايفها؟ والله الميزه ان انت نفسك عندك النولج الكافي انك تعرف تتحدث، اللي هو ايه، انت مش دلوقتي مش بتتكلم بجهاله. انت بقى عندك علم في شيء، ده على اعتبار ان انت يعني اخذت العلم كله كما يقال، اللي هو بيأخذ العلم كاملا، مش خدت حلو. القشور بقى دي اللي هندخل فيها يعني بعدين. نقدر نقول مثلا ان الشخص الافرج المتوسط العادي اللي بقى بيدخل الجيم مثلا بقاله سنه ونص، متابع شويه انستجرام وتيك توك، هو قادر يفرق ما بين المدرب الايه اللي عنده نوعا ما معرفه والمدرب اللي مش فاهم حاجه. على الله حكايته. مظبوط. دي كميزه فعلا. تمام. لكن برضو هنرجع نتكلم في السلبيات لما نروح لها. ان دي برضو في حد ذاتها عيب، لان في ناس بقت تتعمد انها تنشر حتى لو عندها العلم الكافي بكده، عايزه تنشر حاجات بس اللي هو ايه، فور شو. الحاجات دي تجيب لي ريتش، فعادي هنجيلها. اديني. طيب، شايف مثلا ان هو ممكن تكون من الحاجات اللي اضافت مثلا ان الناس، هي ميزه وايه، ان الناس بقت بتحسوك شويه في التمرين، فبقى تمرينها هو مش زي الاولد سكول يعرضها لاصابات كتير، لكن ما بيخلاش اصلا تجين حاجه. باشا هي مش بتحسوك شويه في التمرين، هي بتحسوك شويتين بس انا قلتها شويه من عندي. وخلينا بقى بصوا يا جدعان، خليني اخذ الفضل ونقول كابتن مصطفى الجندي خلى الناس كلها حسوكت في التمرين بنظريات البايوميكانيك بتاعته. بص انا عايز اكلمكم والله العظيم ابدا. الناس دلوقتي بقت الناس هم اللي بيفهموا غلط. الناس دلوقتي بقت فاهمه البايوميكانيك غلط. ايه يعني كابتن مصطفى يطلع يقول لك والله تمرين في وضع الاستطاله وجدنا ان هو مثلا بيساوي ادفانتج شويه في المصل هايبوتروفي، بس والله احنا مش عارفين ليه دلوقتي. احنا كل النظريات عندنا بتقول ميبي، فاحنا هندخله معانا. وايه زي ما بقول لك ايه، بعض الافاده خير من لا افاده، اللي هو كده وبس. بقول ليه ادفانتج وديس ادفانتج بالظبط، يسيبوا بقى كل الكلام ده. فهو فكره بقى الاقتطاع. ايوه. فانا بقى في ناس كانت تدخل مثلا تنشر كلامه كما قال المدرب والاستاذ مصطفى الجندي مش عارف كذا كذا، انا ببقى قاعد مصطفى الجندي قال الكلام ده مستحيل، لا أبداً. تمام. ففكره الاقتطاع يا جدعان خطا، يعني الامر بيؤخذ كله فعلا. تمام. فوالله احنا وجدنا نظريه في ان احنا في حاجه بتساهم في البناء العضلي. احنا لحد دلوقتي بالمناسبه احنا مش عارفين البناء العضلي بيتم ازاي 100%. ده حقيقي. يعني انت عارفين الميكانيكال تنشن والكابتن مصطفى كلمكم عنها، وعارفين الميتابوليك ستريس، وعارفين المسل، احنا ما بنعرفش نفرق الثلاثه عن بعض.
مش عارفين الميكانو ترانسدكشن اللي جوه العضلات بتديتكت لي الفورس ازاي. احنا بنحاول نجين ادفانتج في التمارين بان احنا بنحاول نستخدم البايوميكانيك، لكن الناس دلوقتي بقت مربوطه بالبايوميكانيك بغباء لدرجه ان هي ناسيه الحاجات الاساسيه في التمرين اللي هو الايفورت. هي اصلا قصه البايوميكانكس دي من الاول، علشان الناس علم البايوميكانكس ده كتير ايوه نابع لكذا جزئيه. في بايوميكانكس مثلا اوف هيومن موفمنت، مظبوط، في بايوميكانكس اوف جوينتس، يعني زي الراجل بتاع علاج طبيعي هو بيدرس البايوميكانكس اوف جوينتس بس وميكانيك بقى أيوة. وباثولوجي والدنيا بالظبط تمام. وفي السبورتس بايوميكانكس، كل ضربه تكه على الارض مثلا زي أيوة يوسف أيوة. بولت بياخدها، هو دي اللي هتخليه اول عالم يا ما تخلوش اول عالم. مظبوط، صح ولا مش صح؟ دي حاجات في السترينث اند كونديشننج. فهو فطبيعي يبقى في بايوميكانكس في الريزيستنس تريننج. اشوف الماشين دي بتحلل ايه، اعمل ايه، الحاجات اللي زي ديت كلها بتخرجك من فكره انك تبقى مدرب جاهل. فاكر انت المدرب بتاع نزل الكرسي هتجيب بصدر علوي، أيوة ارفع الكرسي هتجيب صدر سفلي، بالظبط. وهو اصلا الباسف موشن بتاع الماشين دي عمره ما هيجيب كده. فاهم قصدي؟ ايوه لا الفلكرم بتاعه ولا المكان بتاع محور الدوران ولا درع العزم اللي موجود ولا الحاجات ديت كلها تبقى يجي يقول لك مثلا الخواجه هو اللي اخترع الماشين دي، يبقى الماشين دي 100% هي ممكن ما تناسبوش. تصديق بالكليه وراء شيء من غير ما تبحث عنه بالظبط في حد ذاته عمى. ممكن تفيدك في بعض الحاجات، انك لو بتتعامل مع شخص عنده بعض العيوب او المشاكل او غيره، اخليه يحمل على الني هنا اكتر من الهيب، او يحمل على الهيب هنا اكتر من الني، وحاجات كتيره جدا. تمام. مظبوط. انا طبيعي ايه اللي ما يخلينيش ان انا امسك دلوقتي دمبل واتمرن كده بايسبس كده؟ لا انا مش جايب بايسبس خالص كده. لا ما انا بعمل الفانكشن اهو. انا بعمل الفانكشن بس انا بس انا لازم بس ابص على البايوميكانيك عشان اشوف اللاين اوف الفورس فين والجرافيتي بتسحب الوزن فين. صاحبنا عرفها ازاي؟ بالتجربه. انا لما عملت كده حسيتها يا كوتش، لكن في الحقيقه من ناحيه البايوميكانكس لا، لازم اللاين اوف اكشن اوف فورس رايح في اتجاه الكيبل، لكن لو انا حطيت كده الدمبل كتفي هو اللي عايز يسحبه لتحت، فطبيعي البايوميكانكس ده في حياتنا. ما هو حته السنسيشن دي برضه انا معاك فيها. فاكر زمان لو كانوا يمسكوا مثلا الطاره كده اقول لك حاسس شغال البنش، وعلى فكره بتدي سنسيشن رهيب في البنش فعلا. فالمقصد ان فكره الاناتومي لوحدها او فهم الاناتومي لوحده غير كافي انك يخلق مدرب شاطر. مزبوط. لكن لازم افهم معاه الماسل فيسيولوجي والاكسرسايز فيسيولوجي، ولازم افهم معاه البايوميكانكس ده اللي هيديني الايه الكينيزيولوجي كلها على بعض. بالظبط. ليه بقى واحنا بنقول لك او كابتن مصطفى بيقول لك ماسل فيسيولوجي ليه؟ عشان في انترا اندفيدوال فارابيليتي، او يعني في تغير ما بين البني ادمين في الاستجابه. دي اهم صح. حاجه. تمام. بمعنى ايه؟ ان والله بروتوكول التمرين اللي احنا بنعمله على 20 متطوع او 30 متطوع، وجدنا ان في 10 بيستجيبوا بصوره تمام جامده، حققوا مثلا ضخامه عضليه كويسه مش كافريج كبيك. والله و10 كويسين حققوا ايه؟ او خلينا مثلا اقول لك 20 حققوا ايه الكلام ده، او 15 و5 لقيناهم اندر ذا كيرف، التحميل بتاعهم مش جامد. فاحنا هنعرف ان اللي فوق خالص واللي تحت خالص دول طفرتين، سواء طفره سلبيه او طفره ايجابيه. صح مظبوط. فاحنا بنتكلم في الافريج. فاحنا لما اقول لك ان والله لقينا بروتوكول تمرين بيضخم العضلات، طب وريني بقى بروتوكول التمرين ده اتعمل ازاي، وكان مدته، واتعمل على مين، والله وعدد الناس اللي استجابت قد ايه. ما انا ما اروحش اقول لك ان استجاب 10 او 5 بصوره كويسه و15 ما استجابوش. فانت لما تيجي تحسبها لما تيجي تبص على مجرد انديكيشن 30% لكن ما تعممليش 30% ل 20% من اصل الناس استجابت بصوره كويسه. طب والله انت مش عرفك من الناس دي ممكن عندها مايوسين ريسبتورز اكتر. تمام. وارد. الاستجابيه البنائيه عندهم اعلى. فانت لما الناس دي مشيت من قدام التمارين عضلاتها كبرت. جميل. فاحنا دلوقتي بنتكلم في 8 دقائق في 9 دقائق دلوقتي من الفيديو تقريبا دخلنا في عمق الفسيولوجي. اديني فاحنا عايزين هنرجع تاني للنقطه بتاعتنا. تقريبا ذكرنا معظم المميزات اللي في بالنا. لو في حد في باله مميزات تانية من السوشيال ميديا او من المحتوى اللي اتقدم ممكن هو يفكرنا بيها. خلينا ندخل على العيوب. اول عيب من اللي انت طرحته هو عدم الفهم الكامل لأهمية العلم ده ومدى صعوبة العلم ده. بالظبط. انتوا بتصعبوها علينا يا كوتش. بالظبط. هل انت شايف الموضوع ان ديتيلز او ان ديبث صعب فعلا؟ لا. امال ايه؟ هقول لك على حاجه بسيطه. احنا بنفهم بايوميكانيكس عشان نسهلها على نفسنا. لا مش اقصد بايوميكانيكس، انا اقصد العلوم كلها الخاصه بيه. لا احنا بنفهم عشان نسهلها. احنا بنعمل ايه؟ عشان نكون مور افيشنسي، نكون اكثر كفاءه. صح. نقلل مدى الاصابه بتاعتنا. تمام. نحسن الاداء الرياضي بتاعنا. ندي المقومات الرياضيه للشخص اللي هو عايزها كامله مع تقليل السلبيات بتاعته. حلو. فاحنا هنا بنتكلم في ان انت بتتعلم العلوم في المجمل عشان
يعني هو واحد جاي لك عشان هدف، فانت بتحاول تفهم هدفه ده ازاي، ويكون عندك المقومات الكافيه صح. من العلم والتطبيق العملي عشان توصله ليه. ده اهميه تصميم برنامج تدريبي. بالظبط. انا واحد والله جاي لك يا كابتن مصطفى، انا عايز اخس وابني شويه عضلات. والله انا راجل كبير في السن مثلا، او بتمرن او عندي شغل كتير وعندي اطفال، ومش متاح معايا اتمرن عدد ساعات كتير في اليوم، تمام، وعدد ايام كتير في الاسبوع، فانا لسه راجل ان ترند. فانا لما ادخلك واحده واحده للتمارين وابدا اغير العادات اليوميه بتاعتك، انا كده عملت انجاز كبير. بس انا ما اقصدش الصعوبه والسهوله بالنسبه للمتدرب، انا اقصد الصعوبه والسهوله بالنسبه لمقدم المحتوى او اللي عايز يبقى كونتنت كريتور او يبقى مدرب. طيب هل انت شايف الموضوع سهل ولا صعب ولا متوسط؟ والله هو بقى صعب انك تقول معلومه كامله الايام دي بسبب عوامل كتيره. اولا مش هو ده اللي بيجيب لك الريتش، كان اكون معاك صريح، مش الريل الدقيقه اللي هيجيب لي اللي هطلع يعني انا لو نزلت فيديو 5 دقائق ل7 دقائق اتكلم فيه عن التمارين دي محدش هيبص عليا. انما لما انزل ريل فيه 40 ثانيه ممكن تقول حاجه والله العظيم فعلا. ايوه. فلما مثلا لو قلت نزلت ريل 40 ثانيه 50 ثانيه دقيقه، هريت فيه بكلمتين، قلت فيه قشور اي حد يفهمها من بره، مش هيفهم الاعماق بتاعتها ازاي، هيجيب لك. لا الناس بقت بتمشي ورا المحتوى السريع، بالهوكات والمحتوى السريع، المحتوى ده بيقول لي 1 2 3 4. فالناس دلوقتي بقت بتلعب على الامر ده. والله انا بشوف ناس حتى لو عندها محتوى علمي، ودول انا ببغضهم اكثر الناس، انهم حتى لو عنده محتوى علمي هو بقى لا انا مش هينزله، لا مش ده اللي هيجيب لي، فانا اقعد ارميها ايه ريل كده، والله انت عضلاتك عشان تكبر لازم تعمل كذا. لا مين قال لك لازم اعمل كذا؟ مفيش حاجه جزميه اليوم ده في التمرين. الاخطاء اللفظيه دي انا ما بحبهاش جدا. يعني هديك مثال بسيط والله. خلينا مثلا مش هقول لك مش بايو ميكانيك، بس انا هديك مثال شفته كتير. يعني في تمارين في اللي احنا بنتمرن فيها زمان، والله تخدم اهداف وما تخدمش اهداف ثانيه. وفي تمارين فعلا تخدم الهدفين لو انت بتلعب بالتريننج فاريبلز، متغيرات التمرين الاساسيه. يعني انا من وجهه نظري يعني الباك سكوات انا شايفه انه تمرين رهيب للضخامه العضليه، مش بس للسترينث، تمام. خلينا اقول لك الديس ادفانتج قبل ايه اسبابه. هقول لك الديس ادفانتج قبل الادفانتج. الحاجه الوحيده اللي لا خلاف عليها الريكتس فيمورس ما بيحصلهاش مصل هايبوتروفي، عشان احنا دلوقتي شغالين في 2 جوينتس، الهيب والني والى اخره من الامور. ماشي يعني معاك، بس هل ده بالضروره خليك تاليمينيت الباك سكواد وتقول انا بس هلعب ليك اكستنشن؟ لا. طب ما انت دلوقتي هتفوكس على الريكتس فيمورس، تمام، وباقي العضلات، بس انت برضه مش هيحصل لك الهايبوتروفي الكافي، تمام. حتى لو انت يعني ايه، مش عارف اصيغها لك بطريقه حياديه عشان انا ايه لا عادي، قول وجهه نظرك. اللي هو يعني انت عايز تاليمينيت حاجه عشان تجيب حاجه، يا فرحتي بيك. فانا عايز اقول لك حاجه تاني، اي موفمنت بارنتس في السكوات هي ما بتجيبش الريكتس فيمورس، مش في الباك سكوات بس. عشان كده انا شفت ناس كتيره بتقول لك الباك سكوات ما بيجيبش الريكتس فيمورس. لا، هو اي موفمنت اي بارنتس بتاع سكوات بيتحرك ما بيجيبوش في الهيب وفي الني، خلاص الاثنين مع بعض. يعني الهاك سكواد ما بيجيبش، الليج بريس ما بيجيبش، السميث ما بيجيبش، البندلم سكواد ما بيجيبش طبعا، تمام. فالمشكله هنا في ايه؟ ان انا دلوقتي بقيت اكررك في حاجه، والله هل الزام عليك تلعب الباك سكواد برضو؟ لا، بس في ناس بتنجويبل بيه، العبه يا باشا. انا بحب العبه. هو الاهم عندك انك تحط لي تمارين وخلاص، ولا تحط لي تمارين انا بستمتع بيها عشان ادهير؟ هو اهم عامل عندي في قاعده الهرم ان انا التزم اطول فتره ممكنه. بس انا ممكن ابقى مستمتع بحاجه هي مش مناسبه ليا. ازاي مستمتع بحاجه مش مناسبه ليك؟ يا كتير جدا واحد مستمتع مثلا بالفاست فود، مستمتع بحاجه ممكن تضره. ما اقصدش ان الباك سكوات تضره، تمام، لا انا فاهم، هو غير سيوتابل او مش مناسب لحالته. في بعض العوامل. ادي لك مثال، بما ان انا وكذا صديق ليا طبعا انت عارفهم، بنتعامل جدا في قصه الاصابات كتير جدا. جايين كلهم من الباك جراوند بتاع انا لازم العب باك سكوات وانا عمري ما هطلع عضلات الا بالباك سكوات. طيب يا حبيبي، انت رحت للدكتور صديقنا علاج طبيعي وشافك وكشف عليك وقال لك معلش اجل لي الحركات بتاعه اللي هتلود على السباين دلوقتي. ايوه، انا نفسي اهو، تمام. لما انا بلعب باك سكواد وديد ليفت وبنش، انا لما اتصبت الدكتور مصطفى عاطف قال لي مفيش دلوقتي تاني ومفيش حوار، انا اليمينيتد كل حاجه بتشالنج الباك سكوات، بتشالنج البوستيريور بتاعي. يا والله هتلعب حاجه هتشالنج يبقى بالبادويت او تلعبها سبورتد عادي.
بس هل هو هدفه هو الاساسي والاول هو الحاجه هدفه. تبقى اليمينيتد على طول لا لا ولا لا فور؟ انا بكلمك في نقطه مهمه. بالظبط. انت بتقول لي ان التمرين يبقى انجويبل، ودوت العامل الاساسي. ما هو الانجويمنت لازم يجي معاها ان انا اوصله للتارجت مظبوط باحسن سيفتي. مظبوط. انا بيجي لي دلوقتي الشخص السكيلز بتاعته ضعيفه جدا وتعبانه جدا، وهدفه ان هو يعتل. فاهم قصدي؟ تمام. مثلا دي نقطه. او ان ناس كتيره، كام واحد فينا مش مصاب من الظهر؟ نص الناس بتخش تلاقي 50% بيشتكوا من اللو باك بين، مظبوط. وتلاقي التكنيكس بتاعته بغض النظر عن التكنيكس، بس هو يعني على الله حكايته خالص. لا هقول لك على على الله حاجه، حكايته. الناس فاهمه حوار هو التكنيك غلط. حرفيا بيلعب جود مورنينج. لا هو انا حرفيا فاهمك، بيلعب انا جود فاهمك مورنينج. حاجه فاهم بسيطه. قصدي؟ ويطلع منه يلعب بنت اوفر روبل بار، ويطلع منه يلعب ار دي ال، ويطلع منه يلعب كذا. فاهم قصدي؟ اوفرلود وفي ستريس على بوش بول ليج. نفسه. والله العظيم يا حسام انا بشوف ناس بتلعب بوش بول ليج، بوش بول ليج ريست، فيلعب في البول بنت اوفر رو 4-5 مجاميع. انا ما عنديش مانع، ويا سلام بقى لو بندليوم، اقسم بالله ما عندي 3 مانع. طيب تاني يوم يا حبيبي انت في يعني ريكفرد كويس للكلام ده؟ لا تاني يوم هو عنده ديد ليفت وعنده سكويت. طيب ما هو السباين دوت بيسب لك ويلعنك. ايوه دي على حقيقه. على الاوفر لود اللي انت بتحطه أيوة عليه. حقيقة. هو قادر ان هو يأدبت، بس قادر يأدبت بالايه؟ بالمينيمم دوز وترفع بيه. تطلع لحد ما توصل الماكسيمم ريكفري بالدوز. فهو ايموشنالي اتاتش بالايه؟ بالبارات وبالحركات. وصاحبنا التاني ايموشنالي اتاتش بالكابلات، ما عنديش مانع، وبالماشينز. فاهم قصدي؟ فده طبيعي. زي ما انا جالي كلاينت قبل كده بيقول لي انا اي تمرين بلعبه بالبار او بالدمبل بتصاب، لكن اي حاجه بلعبها بالماشين انا مش بتصاب. هو مربوط ذهنيا من اول يوم دخل الجيم. من اول يوم دخل الجيم بالمدرب اللي قاله لازم تلعب ماشين عشان ما تتصابش. فاهم قصدي؟ فبقى يتحط في اي موقف الدمبل يعمل والله بس خلاص انا هتصاب كده. هتصاب. انا هقول لك على كام حاجه بسيط. هو فعلا انا دخلتك في حاجات كتير. مش لا تمام، ده في عمق الموضوع. لا في عمق الموضوع ده انت اتكلمت في نقطتين عايز ارجع لهم تاني. اتفضل. ان التكنيك مثلا انت بتقول هو بعيد عن التكنيك كده. هو انا دايما الناس اللي عارفاني بقول لك ان مفيش ستاندرد تكنيك، والتكنيك بيتغير. وانا اتفق معاك، بس خلينا نكون صراحه مع بعض. بس في درجه الديفورميشن بتاعه التكنيك لازم تكون بالزبط. من النقطه الف للنقطه ب، مش من الف ليه. لا صح. يعني انا ببقى لما بزود مثلا 5% بدون قطع كلامك، ما يبقاش هو بيلعب سكوات باترن ويقلبها لي ايه؟ جود مورنينج. مظبوط. هو لما انا بالنسبه لي ده جود تكنيك، بس يبقى جود تكنيك لما تحط لي اللود بتوع الجود مورنينج. بالظبط. انا بقى ببقى متقبلها ازاي؟ والله واحد بيلعب داخل بطوله وعايز يرفع ماكسيموم ويت، التاسك بتاعه ان هو حصل له هيب شوت. حصل له هيب شوت، الني كافن يعني لا توكل على الله ماشي. هو ادبتد على كده. درجه الديفورميشن مش كبيره، يعني مثلا 5% 10% في الحدود دي. طب خد بقى من عندي، والله لو كبيره، ولو كبيره وانت ادبتبل عليها اصل داخل بطوله. هو داخل، انت بتقول داخل التاسك ايه؟ بتاعك كده. فهو ايه؟ هو الراجل ده مش اول مره. ايوه فهو يعني اتمرن، مش هقول لك عشرات السنين، اتمرن يا سيدي شهور وسنين. هو ادبتد على، اكيد ادبتد على القصه. فدلوقتي احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا في درجه ديفورميشن، والله انت بقى بدات تعلي اللود جدا جدا بطريقه مش مفهومه، فجسمك والله هو شايفك عبيط، بس انت عايز تعمل الحركه دي، فانا هعمل ايه؟ طلع يا عم الوزن العبيط ده، بس درجه الديفورميشن في التكنيك عاليه. طب لا انت كده بقى بتنكريز الريت اوف انجري. عشان كده دايما مقدار تحمل الانسجه او التيشو كاباسيتي بينعكس عليه الاكسترنال لود اللي بحطه عليه. وللاسف الشديد مفيش لحد يومنا ده حاجه بتقول لك والله البايسبس دي ولا الترايسبس دي لا قدر الله هتتصاب بعد ما تعمل بيها تمرين سكال كراشر او اي حاجه ب 10 عدات كذا بالعدات كذا. مفيش. ليه؟ لان المصل الاستيك او يعني اسف بلاستيك تيشو اللي هو نسيج بيتغير بصوره دوريه. فانت مش عارف تحدد عوامل ثابته ليه. والله لما يطلع تكنيك يقول لك ان ده هيتصاب عند كذا والكذا، خلاص انا همشي بيه. انما كل اللي عندنا دلوقتي دراسات اجريت على جثث حاجات على كده عشان تحدد الكلام ده. مفيش فيها نسيج حي، وبالتالي مفيش ادابتيشن. وفي عوامل كتيره جدا زي ان يحصل كومبنسيشن وقت الحركه. دي برضو من الحاجات اللي انا بعترض عليها. اللي اتحطت في الدراسات عاليه جدا جدا جدا. يعني في دراسات اللمبر سباين مثلا هيرنيشن اللي اتعملت دي، اتعمل حوالي كام 10000 سايكل اكستنشن اوف فليكشن، 30% من اللود بتاع. احنا هنعمل 10000 سايكل اكستنشن اوف فليكشن في يوم؟ لا ده انا مش متهيألي يمكن ما نعملهاش في شهور. مش طيب يعني انت شايف كده من الحاجات ان ممكن يكون الموضوع هو متوسط بالنسبه للمدرب، ومحتاج ان هو يذاكر بيزكس كتير جدا. مظبوط. واساسيات كتيره، وان هو يبقى ملم بعلوم كتيره. طيب بالنسبه برضو السلبيات اللي انت شايفها في تقديم المحتوى تاني، ان المعلومه بتبقى ناقصه جدا، وان هي للاسف بتبقى اوت اوف كونتكست بتاعها كده. ايه كونتكست؟
كونتكست صح كده؟ بره السياق اوت اوف داتا، لا اوت اوف ديت. ايوه بالظبط كده، او الديتا اوت اوف ديت ده. فبره السياق بتاعها لما تتاخد بره السياق، واقربهم على البارشال ريبس. وانا يعني لن اخفيك سرا ولن اخفيكم سرا ان انا لما طلعت اتكلمت عن الحته بتاعت البارشال ريبس، اتكلمت عنها في السمانه وقلت يا جماعه ده نسبه بسيطه تكاد تكون كذا، وهم حتى الباحثين كاتبين كذا، والورقه كاتب في قلب الديسكربشن كده بير ريفيو، وقايل في الفيديو الكامل ان هي ليها ادفانتج وديس ادفانتج حتى في الريل. الاقي واحد صاحبنا يلا بينا نشتغل بارشال ريبس في كل حاجه، فالاقي واحد باعت لي بيقول لي يا كابتن انا تاني يوم سورنس جدا. بقول له ليه بتعمل؟ قال لي كنت بلعب بارشال ريبس. قلت له طبيعي، بس انا قايل ابتدي بالقليل. قال لي ما انا طبقتها على الجسم كله. لا انتوا كده يا جماعه بتهزروا، فاهم قصدي؟ يعني انا النهارده يبقى عندي يوم ابر العبها شيست في كل المجاميع، والعبها ظهر في كل المجاميع، والعبها كتف، طب ما انت تاني يوم هترجي زي البطاطا، فاهم قصدي؟ وبعدين برضو يا صديقي انا عايز اتكلم معاك في حاجه. احنا سبيسيفيكلي ممكن نستخدم الحاجه دي عشان هدف معين لو بتخدمه، تمام، بس في العموم ما ينفعش اعممها. بمعنى ايه؟ مفيش حد بيتحرك في حركه دنيته كلها بيعمل كده. يعني انت لو عايز تبوش حاجه في يومك العادي انت محتاج انك تتمرن انك تعمله في فول رينج اوف موشن. خلينا احنا ننتقل للفانكشناليتي. هو معلش انا اسف يا صاحبي، مش فانكشناليتي ان انا اتمرن بارشر، تمام؟ يعني الفانكشن اللي هو ايه؟ انا حياتي اليوميه بتعمل كذا، فوالله انا بحاول اعمل سترينث ترانسفير او انتقال قوه من التمارين اللي بعملها في الجيم للحياه اليوميه بتاعتي، عشان ما امشيش ابقى انا بنهج، ما اطلعش السلم ببقى تعبان، ما بقاش اجي اقعد على الكرسي اتسند. لا انا بعمل الحركات دي عشان تنتقل كفانكشناليتي. دي بقى المفاجاه ان انا بشرح كده للناس بدون قطع كلامك في الورك شوب بتاعت البايوميكانكس. بقول لهم مبدا مهم جدا، if you don't use it you ايه؟ كل الناس عارفينها you lose it. بقول لهم انت دلوقتي جاي تقول لي انا هتمرن كل حاجه في اللينسد بوزيشن علشان خاطر انا بودي بيلدر وبهتم بوضع الاستطاله للبناء العضلي. حبيبي انت اول وضعيه بتحط فيها البايسبس وانت على المسرح هو وضعيه الانقباض. مظبوط. الشورت بوزيشن. يعني انت اصلا انت هتحط نفسك في وضعيه انت اصلا مش متمرن عليه، فتلاقي ايدك بقى عماله تترعش كده وتعمل ومش عارف ايه، بغض النظر يعني عن التحميل والحاجات اللي زي دي، عشان واحد مش يجيش يقول لي اصل ده ممكن يبقى ناقص الكترولايتس والكلام ده كله. ايوه انا عارف على الحناكه دي، ايوه كل حناكه في النص. فانت بتحط دراعاتك وجسمك وعضلاتك كلها في وضعيات ايزومتريكس تعمل لك ميتابوليك ستريس عالي عشان الناس اللي بتخاف من الميتابوليك ستريس. تمام والله. وتعمل لك حرقان عضلي عادي. تديني تمرين في مصر تعمل، فتلاقي نفسك لاول مره يجي لك شد في التوته وانت ما انتش متعود. تمام. المهم انت كلامك صح و200% مظبوط ان انت لازم كحاجه، مش سيبك بقى من الفانكشناليتي، في اي حاجه في الدنيا طالما انت بني ادم عادي جدا لازم تتمرن في الرينج اوف موشن كامل، حتى ولو بدون لود. بدون لود اللي هو اقصد ايه؟ بدون لود اضافي او اكسترا فوق وزن جسمك. مظبوط. على سبيل المثال واحد قال لي يا كابتن انا مش عايز اكبر التوته فانا مش هنزل تحت ال 90، حقي ان انا كمدرب اوقفه عند لاك سكوات عند ال 90. مظبوط. لكن وهو بيسخن لي يا باشا وهو بيلعب اير سكوات انا بنزله يلعب وهو ركبته معموله وهو كعب رجله مرفوع من على مشط الارض وهو كده. ليه؟ لما يجي يتزنق معلش لا مؤاخذه بره وعايز يدخل حمام ولا حمام بلدي بقى. انا اسف انا اصلا واقف لغايه 90 بوزيشن. هينشل ولازم بقى بقول لك هينشل. ايوه بالظبط كده. فانا لا انا اسف مش هقدر اعمل كذا. النهارده واحنا بناخد في الكورس اللي هي رفعه بتاعت رجل الاطفاء. ايوه فكان اللي بي كابتن ادريان يا جدعان ماسك الدكتور، قسما بالله الدكتور خايف الفضايح. المهم فهو كحاجه فانكشن الراجل الفاير فايتر دوت نزل تحت الشخص عشان يشيله. ايه اللي حصل؟ ركبته عدت مشط رجله وكعب رجله اترفع من على الارض واتحط في بوزيشن شبيه كده ببوزيشن القرفصه، بس هو تحت وهيشيل الراجل يرفع الراجل ده ممكن يبقى وزنه 70 80 90 مظبوط ويشيله يعمل بيه. لو انت جاي دلوقتي معلش اصل انا بلعب هاك سكوات 50 مش عارف كام ديجري وهنزل علشان خاطر اصل انا بلعب ليك اكستنشن بس علشان كذا، ما انت هتيجي تبقى في البوزيشن دوت ضعيف. مظبوط. فمش معنى الكيوز او الحاجات التريكات اللي احنا بنقولها جوه التمرين العب في الاسكابلون لا معلش بقى لا مؤاخذه لما اجيب ازازه الميه هجيبها ب 45 درجه من دراعي عشان خاطر شولدر ادكشن يا كابتن مصطفى عايزك اكون في الاسكابلون. مش طبيعي. انا طبيعي جسمي جدا ربنا خلقه موفابل او فري موفابل في كل الحركات. ما ينفعش تيجي تقول لي ممنوع انك تعمل سباينال فليكشن، ممنوع انك تعمل هايبر اكستنشن. امتى تمنعني؟ لما تجيب لي سبب او دليل عن المنع.
نفس القصه بتاعت الدين، الاصل في الاشياء وخلي الايه؟ بالك حتى الامر برضو الاصل في الاشياء الاباحه حتى ياتي بدليل بايه؟ بمنعها. مظبوط. فالاصل في الحاجات ان هي تبقى مباحه، لغايه لما تمنعني زي ما الدكتور منعك قال لك ايه؟ لا معلش هنأجل، او هو مش مناسب لحالتك دلوقتي في علشان الوقت خاطر ده ايه؟ عشان خاطر جسمك كذا كذا كذا. انت لسه في الهيلينج بروسس، فهي احنا لازم نفس نحترم القصة. التشو بتاعتك. معلش انت عندك اي سي ال او عندك مشكله في الرباط الصليبي، فمش هينفع انك تعمل الموفمنت دي دلوقتي، ودي تحت اشراف طبي، وهو الراجل اللي قايل لك، وهو الراجل المتحمل مسؤوليتك، مش تقول لكن انت مش من عندك. سليم. لا معلش. وخلي بالك في دراسات برضو من اللي ما تثبت خطا بعض الحركات، برضو دراسات على الله حكايتها. يعني مثلا شولدر فليكشن، شولدر اكستنشن، باك اكستنشن مثلا على سبيل المثال، هتلاقي دراسات بتقول لك انك لما تعمل التمرين ده والله في كميه فورس بالنيوتن بتتحط عليه. فاحنا عشان كميه الفورس اللي بالنيوتن بتتحط عليه ده احنا مش هنعملها. وانت مين قال لك ان الفورس الخطا ان انا احطها على هو الفورس نفسها اللي خطا ولا كميه الفورس اللي خطا؟ هو كميه الفورس اللي خطا. ما على كده احنا مش هنتمرن اي تمرين. معلش انا اسف يا صاحبي، اللات بول داون مثلا، ما هو ده بيحط تنسل فورس على الشولدر. هو اصلا الفورس بتاعي هو اصلا الديسلوكيشن. يلا باشا اعمل ممكن يعمل ديسلوكيشن فعلا دلوقتي. اول بوستيريور ديسلوكيشن بالبريس. البريس اصلا عايز يطلع اصلا عايز يطلع بيعمل شير فورس. بيعمل شير فورس هنا اللي هو البي اي سي بتاعتك رايحه في حته والشولدر بتاعك ساعه في حته. الشير فورس يعتبر من اكتر انواع القوه اللي بتطبق يعني كتير من الدكاتره بيخافوا من الشير فورس. تمام. فانا هديك مثال، التمرين ده اطلع اقول خلاص لا ده غلط وهيقطع، لا هي كميه الفورس اللي انا حاططها قد ايه. ما تروحش انت بتلعب بطاره طارتين ولا اسف ببلاطه بلاطتين في الجهاز تروح حاطط لي 7 وعايز الدنيا تعدي تمام. لا مش هتعدي تمام، هتعدي عليك. فدي حاجه برضو. خلينا نكون برضو نتكلم في حوار البيزكس. تمارين كتيره من اللي بنتكلم عنها في العموم، خلينا نكون صراحه مع بعض، فيها تكنيكال فيلير مش ماسكل فيلير، فيها تكنيكال فيلير. لكن في نقطه مش كتير اتكلم عنها واظن انك اخدت بالك منها واتكلمنا فيها كتير انا وانت، ان the more you practice بتبقى احسن. كل ما بتمارس كل ما بتبقى احسن. صح. هديك مثال، كابتن محمد ادريانو صاحبنا، هاته كده في تمرين السكوات، وقفوا على تمرين السكوات وقفنا على تمرين السكوات وقول لنا العبوا بالوزن. هتلاقي كابتن محمد ادريانو ناس ليه ما شاء الله مسطره. السنكرونايزيشنز بتاعه اللي هو تزامن العضلات، العضليه دي بتسلم دي بتسلم دي. الموتور الريت كودين اللي هو معدل الانقباضات في وقت معين ما شاء الله. الموتور ليرنين والموتور كاباسيتي بتاعه العضلات بتاعته احسن. الجوينت انجل هو عارف يجد الزوايا الافضل الميكانيكيه لانتاج القوه بتاعه العضلات بتاعته. الموتور الماسل ريكويرمنت احسن لدرجه ان هو بقى بيطوع الياف عضليه اقل عشان يبذل بيها قوه اعلى. احنا زمان لما كنا نيجي مثلا نلعب ديد ليفت على سبيل المثال، وكان التمرين ده بالنسبه لنا واحنا بنبتدي 20 و20 والبار 20 60 كيلو كان بالنسبه لنا حاجه صعبه. دلوقتي مع الوقت بقيت تسخن بيه. هل دلوقتي حصل حاجه؟ بالعكس، زمان جسمك كان بيطوع الالياف العضليه كلها. لما الساركوميرز او الوحدات الانقباضيه زادت والماسل جوينت او الجوينت والماسل اركتكشر بتاعك اتحسن والجوينت انجل بتاعتك بقت تمام، انت بقيت تحتاج عضلات اقل عشان تطوع حاجات كانت صعبه عليك بتطوعها باليافك العضليه كلها زمان. صح. ففي حاجتين عندي هنا والله، في التكنيكال فيلير والماسل فيلير. لما بتمارس اكتر غالبيه التمارين اللي بيكون فيها تكنيكال فيلير بتقل وقابليتك انك تحقق فيها ماسل فيلير بتزيد. حلو. تمام. الليميتنج فاكتورز في تمارين كتير على فكره مش كتمارين حره بس، خلينا نكون صراحه، هي بتكون اعلى على التمارين الحره، محدش ينكر كده. لكن الليميت اي تمرين فيه ليميتنج فاكتورز. دي النقطه دي انا عايز افتح بيها موضوع مهم جدا. تمام. للاسف الناس فاهمه ودي حاجات يعني انا بقولها للشباب عندي في الورك شوب، بس ما اعرفش هم بيبقى الموضوع بالنسبه لهم مش بيبلوروا الدنيا في حته ثانيه خالص. يا جماعه الاستابيليتي مش انت فاهمها غلط. ايوه اكسترنال استابيليتي وانترنال استابيليتي انت فاهم الاستابيليتي غلط. اولا لو انت بتتكلم بالعلم وبالدراسات ومسمي نفسك ايفيدنس بيست، يبقى لازم ترجع للدراسات اللي بتقارن للفري ويتس مقارنه بالماشين. مفيش فرق. هتلاقي مفيش فرق. ملوش فرق. مفيش فرق في الحجم العضلي. معنى كده يتبادر لذهنك ان عمل الاستابيليتي ايه؟ مش ضايع هنا عشان ما فيش بقى ما فيش تمارين. انا عندي كان واحد وعجيبه ان هو يجيب لك دراسه يقول لك الباك سكوات مقارنه بالسميث، الاثنين حققوا نفس الحجم العضلي في الرجلين. طيب ليه ما بتلعبش باك سكوات؟ لا اصل السميث ستيبل اكتر، هبذل فيه فرصه اعلى فهجين ماسلز اكتر. جبتها منين يا معلم؟ حاجات ترابطيه اللي هو كيزيشن وكريليشن، هم اللي اربط بقى ومفيش حاجه. عارف لو قلت لي مثلا
علشان خاطر ما بقاش مرهق اكتر، هقول لك امين اتفقنا. علشان خاطر ما اقعدش اعمل راكنج وري ان راكنج وبتاع، فانا وفرت الطاقه ديت، التوتايه ديت يعني ال5 واط طاقه دول تمام في الحاجه، هقول لك صح مفيش مشكله. طيب علشان خاطر انا عايز احكم مساري واعمل كذا وحاطط كذا والسيت اب عشان بحب التمرين يا اخي بعبده، ماشي يا عم، توكل على الله، ما عنديش مانع. هو انا مين عشان اقول لك ده صح وغلط؟ والله العظيم انا ما عندي كل الموانع دي، بس ما اسمعش على الانستجرام سبب ان هو هيبني لك عضلات اكتر. انا دي مش عايز اسمع. هي المشكله في كده ان هم يعني يا ابني انت ليه بتلعب سميث بالبار مش بالدمبل؟ عشان بيبني عضلات اكتر. مين اللي قال لك كده؟ كابتن بتنجان بتاع الاستابيليتي. تمام يا حبيبي، هو انت رايح تلعب السميث ده على بوزي بول؟ اصل الاستابيليتي ده لما تكون واقف على رجل واحده وبتقول لي الباك سكوات هيبني لك عضلات اكتر من البيستول سكوال على البوزي بول تحت النجيله، هقول لك انت صح كده تمام. فاهم قصدي؟ دي ترمندس اماونت اوف انستيبل. طيب كمل. اديني ده بس بيصدق على كلامك واحده كده فرقعها في السريع. يعني كميه كبيره من عدم الثبات بالظبط تمام. انما ما تقوليش يعني في دوزج كده او دوز أيوة كده من الثبات، من الكلام ده. فالجرعه بتاعت الحاجه بتؤثر. ده فيها يا عم النهارده؟ كمل وبعدين. ده هو ده الكلام ده مسموح هنا؟ لا عادي. طيب وبعدين فالدوزز عندك في الامور هي اللي بتفرق. حطيتك بقى على كره ثبات وعلى نجيله وبلعبك برجل واحده، ورحت بقى مقارنها ب ترمندس واي اوف ستيبل، مثبتك وربطك مش عارف بايه. برضه بمناسبه حوار الربط والستيبل، شوف انت بين يانس والكلام ده، شوف انت الهري اللي بيعملوه حياه الانكرز والكلام ده. على فكره يا جدعان انا اسف والله ما اقصدش شيء، مش عشان احنا ناس فوق ما فيش الكلام ده، والله احنا كلنا بنتعلم. بين يانس حرفيا بقاله في المجال الرياضي 2.5 3، ما بهزرش. بين يانس حرفيا من ايام ما كان مع دكتور انا اللي هيخش مره واحد كتب لي كابتن مصطفى الجندي بين يانس العرب، قلت له دي حاجه يعني على فكره انا مش فرحان بيها، عشان انا بشرح حاجات وبتكلم في المجال من قبل ما بين يانس اصلا يبقى عنده اكونت على الانستجرام. يعني بين يانس كان عنده اكونت على الانستجرام، تقدر تخش تشوف دلوقتي من سنه 2020. انا بكتب من 2016 من قبله ب4 سنين حاجات هو لسه بيقولها دلوقتي. فيجي يقول لي يا كابتن مصطفى ده بين يانس بيقول ان الهامسترنج مش بتكبر في السكوات. حبيبي انا شارحها من سنين السنين. فيقول لي بين يانس العرب. بين يانس العرب مين يا معلم؟ انا يا باشا هم بيخشوا لسه داخل المجال، هم بيخشوا يشوفوا ايه؟ في 200,000 فولور في عوده الخواجه نص بقى 300,000 فولور. لا يا جدعان الاجانب بيعكوا. طيب علشان ما اخرجش بره الحته ديت، او هيبقى ليها علاقه بالحته ديت بتاعت بين يانس، بس ايه حته ثانيه. الحته بتاعت الاستابيليتي انا شايف ان في دوز معينه من الاستابيليتي مظبوط، ما ينفعش نتخلى عنها. دي النقطه الاولانيه. متفق معاك. تاني حاجه انا شايف بعض الناس هو لو ما عندوش استابيليتي كويسه ما اروحش اقول له بقى لا انت ما عندكش استابيليتي كويسه. بص بقى هتلاقي هنا رايين متناقضين وعايز اخد رايك فيهم. واحد يقول له ايه مش هلعبك غير حاجات استابيليتي عشان تتحسن استابيليتي، او التاني اللي منيت مشكله الاستابيليتي يقول له ايه خلاص انت ما ينفعش غير هاك سكويت اصل انت راجل مش ستيبل. انا شايف ان الوسطيه انا ممكن العبه بين هذا وذاك. ايوه بالظبط. وانا عايز اقول لك على حاجه، ان يو جين ستابيليتي فروم جينين سترينث. دي خلي بالك انت البروبريسبشنز او المستقبلات الحركيه عندك اللي متوزعه في الجلد والعضلات والجوينت هي اللي بتحدد الستيبل سيرفيس بتاعتك. اديك مثال بسيط، لما انت تبقى ماشي في الشارع ارض عاديه انا وانت زي اللي كنا ماشيين عليها من شويه، ماشيين عادي ما عندناش خوف من اي حاجه، النيرفس سيستم بتاعنا بيديتكت ان دي بيئه امنه انك تمشي عليها. تعالى بقى ماشي ولابس شبشب مثلا وجيت في ارض طينيه، النيرفس سيستم بتاعك بنفسه بيديتكت بيديتكت ان الارض دي مش ثابته. انت بتلاقي نفسك ماشي بالراحه وبرجليك مكلبشه في الارض عشان ما تقعش. حلو. البروبريسبشنز دي مع الوقت للاسف بتقل مع التقدم في العمر، يعني دي من الحاجات الكورليتد ويز ايجنج. فالمشكله هنا فين بقى؟ انك هي مش مشكله ان انت بتخسر البتاع ده، هو تقدم في العمر. خلينا نكون صراحه مع بعض، محدش فينا هيفضل شباب طول عمره، فاحنا بنحاول نواجهها بان احنا نتمرن. فلا تمرين المقاومه with weight، يعني مش هقول لك هيفي ويت، هي ليك انت هيفي ويت كويت كويس ليك قادر على نحسن البروبريسبشنز بتاعتك والثبات بتاعك. حتى لو دخل تمارين بروبريسبشن انا ما عنديش مانع، ما فيش مشاكل يا باشا. بالعكس انت دلوقتي بتمشي بالتوازي، ايفيدنس بيز، ما انا ما عنديش مانع، بتمشي بالتوازي، بتعمل حاجتين بيأدوا نفس النتيجه. بس انا ما اليمينيت
تمارين واقول لك اشتغل عليك ثبات دلوقتي، والله تعالى 10 سيشن ثبات زي تعالى 10 سيشن انا لا، هعدل لك كتفك، بالظبط. تمام. ولا اقول لك انت مش هينفع فانا اليمينيتد فانا هحطك في الهاك سكوات. طب والله يا باشا انا حياتي بتتطلب ان انا انزل واقعد من غير ما اكون مقيد في مسار حركه. طيب حلو، هناخد اخر بقى حته في حته الاستابيليتي. لو انا الاستابيليتي هتخليني اعمل فورس برودكشن اكتر، ما كده ممكن تديني جين ماسلز على اللونج تيرم، وانت ماشي بمبدا ايه؟ انا ما عنديش ايفيدنس عليها، فبالتالي انا في منطقه رماديه. يعني انا مثلا هاجي دلوقتي هقول مثلا بدمبل، انا عارف ان الدمبل بنش بريس مقارنه بالسميث او مقارنه بالبار الاثنين بيدوني جين ماسلز، بس الدراسات ديت كلها ممكن 10 12 ويكس. طيب على اللونج تيرم بعد ما انا وفرت الايفورت اللي عندي دي بتمارين تانية اكتر، ممكن تساعدني في زياده الفوليوم، صح ولا مش صح؟ زي مظبوط. ممكن تساعدني في ان انا ابقى كنترولد اكتر على الوزن، فمعدل ارهاقات اعلى، فان انا المجموعه الثالثه والرابعه اقدر ابذل فيها فوليوم اكتر. مظبوط. واظن انت شفت دراسات كتيره جدا على الفوليوم هي ريليتد اكتر بالفوليوم، مظبوط. زي دراسات حتى البارشل ريبس. مظبوط. احنا مش عارفين هي البارشل ريبس ديت هل هي عشان ميبي. خاطر اللينسد ولا عشان خاطر التايم في اللينس، ولا عشان خاطر ولا نحط عشان فوليوم الفوليوم. زياده، صح كده ولا مش عارفين؟ وفي الغالب بنسبه 80% احنا بنشوف الشرط بتاع الفوليوم بتاعها هو بيزيد اكتر. مظبوط. هي الفكره في فانت حاجه، ايه رايك في القصه دي؟ الفكرة لو الاستابيليتي هتساعدني ان انا ازود البرودكشن اكتر. والله هو على اللونج ران احنا مع زي ما انت قلت ما عندناش حاجه بتقول 100% كده. والله لما تطلع حاجات على اللونج ران ماشي، بس انا لو لقيت ان في انترا انديفيدوال فاريبيليتي، والله في ناس استجابت كويس معايا زي ما قلت. انا مين عشان اقول لك ان ده صح وغلط ليك؟ تمام. لسه في عامل الاختلاف او الاستجابه البنائيه المختلفه ما بين الناس. في ناس عملت معاها الحوار ده وكان كويس وحست ان هي اقوى، بقت عضلاتها اتحسنت، المكاسب العضليه اللي هي عايزاها اتحسنت، سواء تبقى اقوى او تكسب عضلات. تمام. في ناس ما مشيش معاها الحوار ده، فاللي مشي معاهم انا اقدر اطبقه، واللي مشيش معاهم انا اليمينيتد. انا هديك مثال بسيط. في تمارين معينه من اللي بنقول عليها ان هي مثلا تمارين مش كويسه، احنا نقدر ننتج فيها قوه ونرفع فيها اوزان اعلى من التمارين اللي بنقول عليها ان هي احسن بكتير. زي مثلا البنش بريس. احنا دايما متعودين على نوعين فورس، الفيرتيكال فورس انا بزق كده، والهوريزونتال فورس اللي هو ايه يعني واحده عموديه او واحده افقيه واحده عموديه. البنش بريس في لاترال فورس، في لاترال فورس او انجلر فورس اللي هي بقى ما بين الاثنين، دي كده ودي كده، لا ده دي في النص بقى. هديك مثال. هو انت ليه بترفع في البنش بريس اكتر من الدمبل بريس؟ حتى لو انت شلت ما بقتش تعمل ليج درايف ولا اي حاجه خالص، ولا بتستخدم البنش بتاعك، بتنزل عادي وبتطلع. ليه؟ عشان الانجلر دي فيزيك اهو، بايو ميكانيك. احنا بنزق كده، لكن بالدمبل بنزق كده، لكن في البار انا اقدر ازق كده برضه من غير ما البار يروح من ايدي. انت تخيل نفسك ماسك دمبل وبزق كده. ايوه انت تعمل ايه بالدمبل بقى كده؟ يعني تخيل نفسك هي ايدك عشان برضو الناس يسلها الموضوع. انا في الدمبل بريس انا ايدي انا الفورس اهو، الاستابيليتي بتاعتي يمين وشمال، مفيش اي حاجه تقاومني بالظبط. لكن في البار انا فعلا حرفيا عايز ازق لبره. انا بقى اهو ففي فورس لكل طبقا لقانون نيوتن، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فاللاترال فورس ليها ايكوفالنت فورس الناحيه الثانيه. فلما تيجي تحلل الحركه بترسم ادي كده الفيرتيكال وادي كده اللاترال، ما بينهم الريزلتنت فورس. الريزلتنت فورس وهي رايحه ناحيه الجوينت هتلاقي فيه تورك عالي جدا على الالبو، وتورك موازي له او يعني متقارب له على الشولدر، في حين ان الدمبل بريس تقريبا 99% من الفورس رايحه على اسمه ايه ده، على الشولدر، الا لو حد بقى بيبرس كده، ومحدش بيبرس كده، ده بيبرس تراي. تمام. فايوه بيبرس كده. ففعلا كلام حسام صح. زائد كمان عامل الاستابيليتي، ان البار مدي لك استابيليتي شويه اللي هي طبعا برضو اللاترال فورس عن الدمبل، فهتشيل فيها ايه اوزان اكتر. الاثنين هيحققوا في الاخر نفس الحجم بالظبط. العب يعني العب اللي انت بتحبه بالظبط. بس برضو احنا بننسى حاجه. الغريب بقى ايه، يقول لك البار للقوه العضليه والدمبل للضخامه العضليه، ونسينا الترين فاريبلز على الله خلاص، الانتنسيتي يعني والفوليوم بتاعك دول والفترات الراحه والكلام ده ارميه ده ملوش لازمه. التول ده بتستخدم لتحديد الاسترنس وللهايبوتروفي، دي حاجه غريبه جدا، بس ماشي يلا. وفي الاول وفي الاخر يا صديقي الغالي، انا مش ضد اللعبه على الماشين، لا استخدم ماشين عادي. في ماشين فعلا بتخدم اهداف مش هتخدمها البارات والدنابل،
على سبيل المثال الليج اكستنشن بيجيب الريكتس فيمورس، ما بيجيبهاش لا الباك سكواد ولا اي موفمنت بارنتس بتاعت سكواد ما بيجيبهاش. طب انا عايز الريكتس فيمورس عشان الراجل بدخل بطوله وعايز احسنها او عايز اظهرها انا كشخص عادي، لا احط لك الليج اكستنشن وتمام. فالفكره انا مش ببص لها بس من الناحيه العضليه، ايوه احنا ببص لها كمان من ناحيه تقليل اللود شويه، عشان استخدم اللود ده او الفيرتيكال لود او الاكسيال لود زي ما انت عايزه، هستخدمه في يوم تاني. مظبوط. يعني هدي لك مثال، انا بحب العب سكوات وبحب اعمل كل حاجه، بس في نفس الوقت عايز اوفر الباور دي تاني يوم للار دي ال بتاعي. مظبوط. بلعب 4 5 6 مجاميع، فانا عايز اللمبر دوت عندي يبقى ايه، فايق. مش تعبان، مش فاتيج تاني من يوم يوم قبلها. طب انا للRDL. عايز الايام اللي جايه هي اللي ابذل فهي لود مانجمنت وفاتيج مانجمنت. في اخر نقطه قبل ما اتكلم معاك، قبل ما نروح ناكل عشان احنا دخلنا على الساعه اللي تلت والساعه الا ربع. في نقطه مهمه قوي اللي هي بتاعه تقديم المحتوى، ودي انا شفتها في كذا حد. لقيت حد بيقول ايه، لا 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 خلي بالك ده انا فاهم قوي، انا عارف انا بقول ايه. فاجي ابص، هو ما اقصدش حاجه والله العظيم على السن، اديني واحد ايفيدنس بيس. انا عارف ان احنا ايه كلنا اخوات، وانا اخوك الكبير واعتبروني اخوك الكبير يعني. بس انت ايه الوقت اللي انت جبته علشان تقول على نفسك ده انا فاهم، ده انا فاهم قوي وفاهم قوي من زمان؟ دي بجد انا شفتها على الانستجرام وشفتها على التيك توك، سواء كان في كومنت او سواء كان في حد بيتناقش مع حد او الحاجات اللي زي دي. انا ما عنديش مانع زي ما انا بقول دلوقتي كده، انا قلت انا بادئ عن بين يانس لانك انت بتقارني بواحد، يعني كومباريزون 1 تو 1. حق انك تدافع عن نفسك، لا انا اقدم الراجل ده يا جدعان. فانا بقارن بقول لك حبيبي انا قلت المعلومه ديت قبله عشان ما تفتكرش بس ان انا ناقل المعلومه منه، فاهم قصدي؟ دي بس مبدئيا. فانا في وضعيه الدفاع عن نفسي بقول لك كذا، لكن انا ما جيتش قلت والله يا جماعه انا كمصطفى الجندي فاهم قوي. لا لا لا، انا في حاجات فعلا كتير جدا ما اعرفهاش، وانا متاكد ان في حاجات حسام عمره ما يقول على نفسه ان انا عارفها، وفي حاجات فلان وسين وعين وصاد. فاي حد وصل عند كيرف معين في المجال صعب جدا يقول على نفسه، وانا ما شفتهاش بصراحه ان هو يقول على نفسه انا فاهم جدا. يعني حتى براد شونفيلد وايريك هيلمز والناس ديت الواحد اتعلم منهم طبعا حاجات، وكل واحد ليه اخطاء وليه مميزات وليه عيوب، تمام. مظبوط. بس انا عمري ما شفت وهو بيقول على نفسه انا فاهم جدا. والله العظيم براد شونفيلد وهو بيحط الابحاث بتاعت الفسيولوجي عن الماسل دامج والميتابوليك ستريس، هو بيقول لك ميبي كذا، احنا في ميكانيزمات كتيره جدا وي دونت اندرستاند، مش فاهمينها. ايوه يطلع صاحبنا اللي قرا اللي بتاع يقول لك الكونكلوجن هو يا باشا كذا، مستراكت يا باشا. صاحب الدراسه بيقول لك الماسل دامج لسه الله اعلم على الله حكايته فيها، والدنيا والدنيا بتمشي مع بعض ليه. والناس على الله الخطا عندهم برضو ان هم عندهم بقى بعبع، هم فاكرين ان انا هروح اتمرن في ده لو عرفت انت تطبق الميكانيكال تنشن 100%، ده لو عرفت يعني. انت فاكر انك مش هيكون في هيصحبوا درجه من الميتابوليك ستريس والماسل دامج؟ ده انت يبقى على الله حكايتك. طيب قبل ما ندخل في الحته دي او احنا مش هنخش لها النهارده، مش هنخش لها يا باشا. انا عايز اقول ايه، سؤال، امتى اقول على نفسي ان انا مدرب فاهم؟ والله ما فيش، انا ما عنديش العلم اللي اقول لك ان الشخص يقول على نفسه فاهم. انا وانت بقالنا في المجال كتير، والله العظيم ما حد فينا عارف يقول على نفسه ان هو فاهم حد يومنا ده. يعني احنا انا ممكن اقول لك قرات درسين الدراسات، وانا قرات درسين الدراسات، قرانا انا عندي مكتبه في البيت وانا متاكد انك عندك زيها وقراتها. الحمد لله، تمام، ربنا يزيدك يا رب. انا ما اقصدش حاجه ومش تفاخر، لكن احنا الاثنين عملنا كتير ومع ذلك على الله انا كل ما بقرا في حاجه بلاقيها فتحت لي باب تاني، لا ده لسه خش. هو لسه لغايه امبارح والنهارده بيقول خد الكتاب ده، خد الكورس ده، في كورس جديد نزل، خد مش عارف الايه، خد كذا، لسه بنقرا. انت جايب الكندل اللي هو الكندل الكندل عشان بنقرا فيه، قاعد يقرا فيه في البتاع. ففي حاجات ونقعد نتناقش مثلا فيها، لا ده في حاجه ديت عليها ايفيدنس ولا لا، لسه بندور. حتى واحنا بناخد الدوره هنا مع بعض في حاجه سمعناها بدون ذكر التفاصيل، يعني قال لي ايه رايك في المعلومه ديت؟ قلت له ما اعرفش، ندخل احنا الاثنين ندور عليها. والله العظيم دخلنا كتبنا كذا كذا وكتبت وراها NCBI ودخلنا دور، لا ابعت لي اللينك هقراه لما اروح، لا انا هبص هنا، لا ممكن يبقى كذا. انت لو قلت على نفسك انا فاهم وعارف كل حاجه، اقسم بالله دي اسوأ، اعرف دي بدايه النهايه. مظبوط، خلاص بتنتهي. فانا في رايي فعلا هو ما فيش حاجه اسمها مدرب فاهم، ولكن هقول لك مدرب ايه؟ بيتعلم، بيسعى، يطور من نفسه. يعني مدرب عنده معلومات، ماشي يا سيدي، عنده معلومات مناسبه، فاهم قصدي؟ يعني الراجل دوت نشهد له بالايه؟ نشهد له بالصدق لحد ما تتذكر حاجه برضو كنت لسه قايلها، نشهد له بالمعلومات. انت عارف بالنسبه لي ايه ان المدرب الفاهم ايه؟ ما اعرفش، جت في بالي دلوقتي، اللي بيعرف يدور. ايه رايك؟ اللي بيعرف ايه؟ يدور. دي حقيقه بجد والله العظيم، دي حقيقه. لو اتزنق في حاجه يعرف يدور عليه. وبرضه يبقى المدرب الفاهم برضه هو الشخص اللي مقتنع 100% من انه ما عندوش كل حاجه، فهو يبقى مدرك ان خبره كابتن مصطفى الجندي، هو انا كابتن مصطفى الجندي خد خبرات عني في امور تاني اعلى مني بكتير.
وانا خدت خبرات مختلفه عن كابتن مصطفى الجندي، بالتالي انا في معلومه عندي عشان كابتن مصطفى الجندي ده ما بيقلش من قدره. لا ما متعرضش ليها. كابتن مصطفى الجندي عنده معلومه مش عندي عشان انا ما خدتش عمرها ما تقلل وده ما منك أبداً. بيقلش من قدره، فالناس فاهمه غلط. تمام، يعني انا دلوقتي بعترف بالفم المليان كابتن مصطفى الجندي في الفانكشنالات والبايو ميكانيك داس في الامور دي كتير، انا دوست في حاجات تاني كتيره غيرها. والله انا دوست في الفانكشنالات والبايو ميكانيك ماشي، بس ما خليتوش المين بتاعي، ما خليتوش السبيسيفيك. صح. انا دلوقتي بتعجب ان بس لو وقفت قصادك حاجه هكلمك بس على طول هعرف ادور. بس هي دي الفكره. ولو ما عرفتش ادور وكان في حد زي كابتن مصطفى هقول له يا جدعان على فكره مش عيب، والله ما عيب، كلنا بندخل نسال بعض، احنا عاملين جروب مع بعضينا، احنا كمدربين انا وكابتن مصطفى وكام كابتن تاني، كابتن ادريانو ماشي مش هنضيفكم عليه. بندخل نكلم بعض ونسال بعض ونشوف الدنيا مع بعض عامله ازاي. كابتن مصطفى الجندي راجل هايبوتروفي بيزد مثلا، كابتن ادريانو باور ليفتر بيزد، انا راجل سترينث اند كونديشننج. فالفكره كلها ان كل واحد فينا بيضيف الثاني في معلومه، بس هو ده انا كنت عايز اقوله. بالظبط كده. مش قصه بس كمان ان هو بيعرف يدور او بيعرف يبحث، عنده التجرد وهو بيدور وبيبحث. ليه هو مش بيدور؟ هو لو عايز يدور، هو لو بيدور وشاطر وبيدور وبيبحث، انا ممكن ادور ويبحث اللي يخدم هدفي. مظبوط، التحيزيه دي حاجه وحشه جدا. واغض النظر عن الدراسه دي وارفع واعلي من الدراسه اللي تخدم هدفي، واموت دي واعلي دي، يبقى ده تدليس للادله بدل. انا عندي ده اسوأ من الجاهل. مظبوط، ده جهل بالكليه يا عم. الجاهل ده ايه؟ مش عارف، هتبوسه وتركنه على جنب. فاهم قصدي ايه؟ معلش قد على الله حكايتك. لكن اللي بيحيز العلم او بيعمل بايسنج ده مصيبه. فاهم قصدي؟ يعني انا شايف دي من الامور المهمه جدا. لو في حاجه انت حابب تضيفها قبل ما؟ لا انا تمام زي الفل، نروح ناكل بقى عشان احنا جايين. يلا ناكل. يلا ناكل. يلا السلام عليكم. عايزين تشوفونا في حاجه ثانيه واكتبوا لنا في في الكومنتات لو اتقابلنا يعني. يلا السلام عليكم. السلام. نشوفك كمان 7 سنين. يلا سلام.